وكان في ظلم بين على ابو الفتوح وعبد الله جمعه، واتهامات يعني صعبة. ناس بتشرب حشيش وبتجيب نسوان، لعيبة كبار ولعيبة دولية بتلعب في المنتخبات، ازاي يتقال عنهم كده يا معالي المستشار؟ طب ايه الهدف واحنا نطلع ليه نادي غدار؟ لو كانت اللعيبة اخطأت نولع فيهم بنار، بس جوه المكاتب المغلقة، مش نطلع على شاشات التلفزيون ونهين ونشتم ونسب ونتهم في الاعراض، وبعدين نطلع برضك على شاشات التلفزيون عشان نقول انا الاب وانا الروح وانا الجسد، ولازم ان نتفانى في مصلحة ابنائي، ولا بد ان اتنازل من اجل مستقبل الاولاد. ويطلع عبد الله جمعة بالشكل المهين، مذلول مكسور عينه في الارض عشان لقمة العيش. لكن